سيدنا محمد وبعد. هذه إطلالة ليست وافية، وأعترف منذ البداية أنها ليست وافية، عن الأدب السكندري والشعر الفصحى بصفة خاصة في 100 عام مضت. ولا أزعم أني أحصيت أسماء ما أنجبت الإسكندرية في 100 عام، ولكن هو بمثابة إنعاش للذاكرة حتى نتذكر هؤلاء الذين مضوا وكان لهم أثر واضح في ثقافة الإسكندرية وفي الإبداع الإسكندري بصفة خاصة، ذلك الإبداع الذي يغار منه كل بقعة في مصر. هناك غيرة من الإبداع السكندري بعد تطواف طويل فيما أبدع السكندريون منذ 100 عام، تدرك أن هناك غيرة من هؤلاء غير السكندريين فيما أبدع السكندريون من أدب ومن شعر، وبخاصة من شعر الخصوص. تظهر الإسكندرية بعبيرها الفواح بإبداع مميز ومميز، استطاع أصحابه أن يرسموا صورة الثغر من خلاله، وأن يجعلوا لإبداعاتهم السكندرية مذاقا يختلف عن سائر المذاقات، وعبقا يخص هذه البقعة من بقاع مصر بميزة تتفرد بها لترسم ملامح إبداع يختلط برائحة البحر وأريج الحدائق وبرد الجو الساحل الذي لا يجد الإنسان حياله إلا أن يغوص فيه بفكره وفنه وروحه وجسده. قدمت الإسكندرية في 100 عام مضت كما هائلا من الشعراء والمبدعين الذين حفروا أسماءهم على أرضها ورملها وشمسها وهوائها، حتى شهد لهم حديث الإبداع بأنهم حاملوا نهضة هذا الثغر الموفون بعهدهم في سبيل نصرته وتقدمه. وربما لا يتسع المقام للتوقف عند هذا الكم الهائل من الأسماء والمبدعين الذين يستحق كل منهم أن تفرد له بحوث ومقالات للتعريف بشخصه وبفنيته وعطائه وإبداعه وسمات هذا الإبداع ودوره في بناء فرح الأدب السكندري. ولذا فإننا هنا أمام لمحات غامضة للتعريف بهؤلاء وأولئك الذين حملوا مشاعل التنوير في هذا البلد واستحقوا أن تقلد أسماءهم بين صانعي عقول هذا الوطن. أحمد السمرة، المولود